أنا جنبك يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة حدوتة زملكاوية، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. خلاص الواحد ابتدى يهدى شوية، وابتدت ان انت تبص للامور اللي انت واقف قدامها. خلاص اللي حصل حصل، البطولة وخسرتها وضاعت. مكناش كويسين، ما كناش نستحق ان احنا نكسب البطولة. طول البطولة الزمالك كان عامل بطولة كويسة، طول البطولة من اول البطولة الاول. بس الناس اللي لسه داخله بتتفرج علينا، يا ريت الناس تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس، واكتب لي في الكومنتات انت شايف مين هو سبب الخساره في النهائي يعني، او شايف ايه اللي ممكن الزمالك يعمله عشان يلحق ماتش يوم الاربع. خلاص مفيش وقت للنواح ومفيش وقت للعياط. عايز احيي كل الجمهور اللي كان موجود في المدرجات امبارح. ما كانش ليا الشرف ان انا ابقى اكون واحد منهم. يعني هي بس بأمانة مش عارف أقول الحمد لله ولا يا خسارة. كان نفسي أبقى موجود مع الناس دي جدا، بس الواحد لو حط نفسه مكانهم. اتحركت من المنصورة وبعدين رحت القاهرة، وبعدين قعدت كل دوت في الاستاد قبل الماتش ما يبدأ، وبعدين قعدت وفي أول دقيقتين اتعشمت جامد قوي وضربة جزاء، وبعدين ربع ساعة جبت جون والماتش خلاص بيضحك لي وكل حاجة بتقول لي انت بطل البطولة. فجأة واحدة كل ده يتهد وارجع من القاهرة للمنصورة لوحدي في حزن. فالحمد لله ان هي ما حصلتش يعني. والحزن مهما كان وانت في بيتك وسط اهلك بيتلم، يعني تلاقي حد يهزر معاك يخرجك من الكلام دوت. فالحمد لله قدر الله. مش عارف، في الاول والاخر هي كورة تاني، في الاول وفي الاخر هي كورة. يعني مش نهاية العالم ان الزمالك خسر بطولة. الزمالك بيخسر 20 بطولة كل سنة عادي يعني، ومش اخر البطولات يعني. وبطولة مش قيمة جدا، عشان احنا كل الناس اللي كانت عايزة البطولة دي كانت عايزة البطولة عشان خاطر عشان خاطر ان جايزتها 4 مليون دولار، وانت عندك ايقافات قيد وبتاع داخلك في 6 مليون دولار 7 مليون دولار. فكانت حاجة هتحل لك مشاكل كتير، لكن برضو الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. مش مشكلتنا كل دوت واحنا دلوقتي بنتكلم عن الزمالك. خسر بطولة. عمل ماتش، اسوأ ماتش في تاريخ البشرية اصلا. بس ايه الجديد يعني يا جماعه؟ هنشجع الزمالك وهنفضل ورا الزمالك. وشوف لي يا ابني ماتش الزمالك امتى عشان نروح نتفرج عليه. ويوم الاربعاء كلنا هنتلم قدام الشاشات بنشجع الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا. ولو الزمالك خد الدوري كلنا هنطلع نحتفل وكلنا هنطلع نشجع وكلنا هنطلع نحفل على كل الناس. لان احنا مش مرشحين اصلا ان احنا ناخد حاجه السنه دي. احنا عملنا فوق اللي مطلوب مننا. مش معنى كده ان انا ما بحملش حد مسؤوليه الخساره. الخساره احنا كلنا. الفكره ان جمهور الزمالك ما بقاش الجمهور الغشيم اللي مش عارف، اللي هتضحك عليه بكلمتين. وعامة يعني الجمهور الكورة كله عامة، الناس كلها بتتفرج على الكورة، الناس كلها بقت فاهمة الكورة، الناس كلها بقى عندها وعي وعندها فكر. يعني مش سهل ان انت تيجي تجيب حد تجيب، لا يعني لو جبت اي حد زملكاوي عمرك ما تقدر تقنعه ان ادم كايد ده لعيب سوبر. مش هتعرف تقنعه. عمرك ما هتجيب لو عيل قد كده عنده 3 سنين، عمرك ما هتجيبه امبارح تفرجه على ماتش امبارح وتقول له احمد فتوح ده باك شمال دولي ويشيل فرق. لا. هنتكلم طبعا في احداث الماتش، وهنتكلم في ايه اللي حصل، وهنتكلم في ايه اللي ممكن يحصل، وايه الفتره اللي جايه اللي ممكن نشوفه. وفي خطوره كبيره جدا ان الزمالك ممكن اصلا يخسر الدوري بعد كل دوت. طلع الاهلي بره الحسابات. الاهلي مش في الحسبه ديت. يعني مش دي حسبتنا خالص. هو الدوري ما بين الزمالك وما بين سيراميكا دلوقتي، ما بين الزمالك وما بين بيراميدز اسف. الزمالك هيلاعب سيراميكا وبيراميدز هيلاعب سموحه. لو افترضنا ان الزمالك ما فرقه خلاص بقى وانهارت ووقعت ما قدرتش تكسب سيراميكا وسيراميكا نزل كسبنا، فبنسبه 90 95% بيراميدز هيكسب المصري. وبيراميدز قصدي هيكسب سموحه وياخد الدوري. الا بقى لو بيراميدز ده دخل مع هو كمان وقام واقع والزمالك خسر، فالاهلي يكسب فياخد البطوله. فساعتها انا واحد من الناس زملكاوي اطلع اسقف للاهلي واقول له مبروك مبروك مبروك. انت راجل بطل وانت راجل تستحق. ما فيهاش كلام، ما فيهاش هزار. اللي يوصل للمرحله دي وما يحافظش. عشان كده احنا بنلوم على كابتن معتمد جمال. نبدا في الماتش ونتكلم عن الماتش على طول. الواحد من امبارح من ساعه الماتش ما خلص وهو قاعد ما بيعملش حاجه غير انه بيتفرج على الماتش. عايز يطلع اي حاجه كانت ممكن كنت ممكن اشيلها لحد اقول بس هي دي بقى سبب ان الزمالك خسر. ما لقيتش.
ما لقيتش ولا لعيب اثر في حاجه كانت سبب فادح في ان الزمالك يخسر. يعني مفيش ضربه جزاء سهله عواد كان ممكن يشيلها ما شالهاش. ضربه الجزاء بتاعت شحاته اللي اتلعبت ما لعبهاش بسوء قوي اللي هي كارثيه فكانت سبب خالص. مفيش فرصه الزمالك راح لها واللعيب تخاذل ما كانش حاسم في لحظه. مفيش كرة ناصر منسي اللي في الاخر اللي محمد ابراهيم عرضها. محمد ابراهيم عمل فيها كل اللي يقدر عليه وناصر منسي عمل فيها كل اللي يقدر عليه. حتى الحارس بنبوت بتاع اتحاد العاصمة عمل فيها كل اللي يقدر عليه برضه. مفيش الكرة اللي اتشاطت على عواد بتاعت احمد الخلدي. عواد عمل فيها كل اللي يقدر عليه وشالها. ما اقدرش اقول على اي لعيب من دول مقصر الا لعيب واحد بس اللي اقدر اقول عليه ان هو مقصر. ومش عشان هو مقصر في الماتش، لا، عشان احنا كنا مستنيين منه كتير. طبعا خوان بزيرة يا جماعه. طبعا خوان بزيرة. اما انا شيكوبانزا عمل من اللعيبه دي بطاطس محمره في الجزائر. شيكوبانزا عمل من اللعيبه دي بطاطس محمره في الجزائر. خوان الفينا نزل اخر ربع ساعه في الجزائر، عمل دربكه، عمل قلق. انا ما شفتش الكلام ده هنا. ودي يتلام فيها اكتر كابتن معتمد جمال، مش خوان بزيرة. خوان بزيرة انا بلوم خوان بزيرة لان انا عارف ان انا عندي فردة مختلفة عن كل الفرد اللي موجودة في الملعب ده. لو كان في 22 لاعب في الملعب ففي منهم واحد مختلف عن ال21 التانيين اللي هو خوان الفينا. انا ما شفتش كل ده امبارح، ما شفتش منه اي حاجة مختلفة. واضح ان هو كان بيلعب وهو مصاب، مش عارف، ولو بيلعب وهو مصاب فدي كارثه يا كابتن معتمد، دي كارثه. وانت اللي تتحمل مسؤوليتها برضه. مفيش حاجه اسمها، محدش يجي يقول لي اللعيب عنده قلب وعنده روح وعايز ينزل يموت نفسه. عندك قلب وعندك روح وريني في الملعب. مش قادر اقعد. عبد الله مش قادر اقعد. فالمفروض ان كان الزمالك يبقى خوان الفينا، قصدي اسف معلش، كان يبقى حاضر اكتر من كده وله دور اكبر من كده. ما يستسلمش وما يسلمش نفسه للعيبه اللي بتضرب. اللي انا بقول من اول الموسم يا ابني انت لعيب كواليتي عالي قوي، ما تستسلمش وترمي نفسك في حضن اللعيبه اللي عماله تضربك. خلاص اللعيب عرفت انها مش هتقدر عليه غير بالضرب. فما ما تسلمش انت نفسك بقى في حضن اللعيبه وتجري وتخش في سهل. انا مش عايزك لكل ده. انا مش عايزك للفحت والردم وللحرق دوت. انا عايزك تيجي تخلص. عايزك تلعب من غير ما تتضرب كتير. عايزك تقرب من الجون وتقرب من الخطوره. ويا جماعه لازم محلل الاداء اللي موجود في الزمالك يرجع يكمل شغله تاني. الراجل كان بيبقى واقف مع كابتن معتمد جمال طول الماتش على الخط. ما عادش بشوفه خالص. ما عادش بشوفه غير وهو واقف بيتكلم مع لعيب معين، او ما عادش بشوفه واقف بيتكلم مع كابتن معتمد جمال. على طول اللي واقف كابتن ابراهيم صلاح. مش بعيب في حد والله، بس يمكن الراجل كان عنده حاجه مميزه. الراجل المسؤول عن البدني في الزمالك لازم يشوف الفرقه دي. الفرقه كلها واقعه، اللي بيشارك واللي ما بيشارك. امبارح سيف الدين الجزيري نازل مش قادر يشيل رجله. سيف الدين الجزيري جري سبرنت هبط ونهجوا. لا يا جماعه، وده راجل ما بيلعبش مش اساسي. ادم كايد امبارح برضو ما بيلعبش مش اساسي وتعب وهبط والدنيا بايظه خالص. محمد ابراهيم تعب. محمد اسماعيل تعب. محمد اسماعيل هو اكتر لعيب بقدر اقول انه عمل كل اللي عليه في الزمالك اخر فتره ديت. الراجل مموت نفسه. بيلعب باك، بيلعب وينج، بيلعب باك، بيلعب مساك، بيلعب في ستة في قلب الملعب، بيلعب تمانية، بيزيد بالكورة، بيعمل كل اللي عليه. بيعمل كل اللي عليه. شيكوبانزا امبارح كان كويس. حتى لو انا ضد ان هو يتنرفز ولا يزعل ساعة التغيير، ولو ان انا مع ان هو ما كانش يتبدل لسيف الدين الجزيري. مفيش اي منطق يقول ان شيكوبانزا يتبدل لسيف الدين الجزيري. هتيجي تقول لي اصل شيكوبانزا الفينش بتاعه وحش لو راح بكرة. طب هو سيف الدين الجزيري، ما سيف الدين الجزيري الفينش بتاعه خرا يعني. انا اسف يعني. سيف الدين الجزيري الفينش بتاعه زي الزفت. ما هو لو راح برضه مش هيعرف يخلص. فكنت سيب شيكوبانزا على الاقل قوي، على الاقل قوي. سيف الدين الجزيري ما عادش عايز، مش قادر، ما عادش عايز يجري يا جماعه. خلاص الراجل شبع وارتاح خلاص بقى الملمين في البنك والدنيا جميله وما خلاص. فلازم الفرقه ديت اللي انت مش محتاجه تمشيه. احمد حمدي ده موجود في الفرقه اسم يا جماعه. خلاص بقى. خلاص بقى. احمد حمدي وسيف الدين الجزيري وادم كايد واحمد شريف وعمرو ناصر. الناس دي كلها بتعمل ايه محمود جهاد بايشو بميشو بفيشو. الناس دي بتعمل ايه في النادي؟ الناس دي بتعمل ايه في النادي؟ فانت لو انت عملتش حاجه تخليك ان انت تقدر تخلص الماتش دوت، ما عملتش اي حاجه. لو جينا نراجع الماتش، الزمالك في طول الماتش عمل كورتين. كوره في الدقيقه 2 جه منها ضربه جزاء وما كانتش هجمه.
ما كانتش هجمه، ده كوره راحت لادم كايد، وادم كايد عشان هو لعيبه على الله ان شاء الله كان بياخد الكوره اصلا ولافف بيها يرجع لورا، ولولا ان المدافع بتاع اتحاد العاصمه متهور وغشيم اداله ضربه جزاء. ادم كايد اصلا ما كانش رايح ناحيه الخطوره، ادم كايد كان بياخد الكوره وبيلف عشان يرجع لحد جاي من ورا، عبد الله بقى ولا شحاته ولا اي حد، بس هو اصلا ما كانش ناوي ان هو يعمل خطوره. يعني ادم كايد نفسه ما كانش رايح ان هو يعمل خطوره عليك. يعني ادم كايد اتصرف غلط، واللعيب بتاع اتحاد العاصمه هو اللي طبطب عليه وقال له خد يا عم ضربه جزاء، انتوا ناس غلابه. وكمان في لقطه حصلت بعد ضربه الجزاء انا كنت كاتبها قبل الماتش، لو جالك ضربه جزاء دخل حسام عبد المجيد، ما تهدش ثقته. انت جات لك ضربه الجزاء، وقفت حسام عبد المجيد مسك الكوره شويه وعمال يعمل للجمهور كده وشجعهم والراجل بيتحمس، وبعدين قمت مقعد حسام عبد المجيد وقمت جايب عدي الدباغ. هو منين بيودي على فين؟ هو مين المسؤول يا جماعه؟ مين اللي بيرتب ضربات الجزاء؟ مين اللي بيلعب؟ مين اللي بيقول مين اول لعيب ومين اكتر واحد بيلعبها كويس ومين اخر واحد؟ مش عارف. لو كان عدي الدباغ ضيعها كان هيبقى بسبب الحوار ده. ودلوقتي انت خسرت حسام عبد المجيد، يعني لو جاتلك ضربة جزاء في ماتش سيراميكا اخر واحد هتفكر في حسام عبد المجيد، اخر واحد. فدي اول كرة ضربة الجزاء جايه في الدقيقة 2. تاني كرة على طول كانت في الدقيقة 14، جون اتحسب للزمالك واتلغى بسبب تسلل. هو تسلل مظبوط مليون في المية يا جماعة، مش هنضحك على بعض في نقول حكم وبتاع، الحكم كان ممتاز. حكم ايه يا جماعة؟ الحكم ما عملش اي حاجة. فتاني كورة كانت في الدقيقة 14، ودي تسلل الغيها، ما اعتبرهاش موجودة لانها هجمة اصلا مش فيها تسلل. تاني كورة بقى الحقيقية كانت في الدقيقة 85 بتاعة ناصر منسي. يعني انت يا كابتن معتمد من الدقيقة 2 للدقيقة 85، 83 دقيقة على أرضك وسط جمهورك. مش هقولك بتدافع عشان انت ما بتدافعش، انت بتجري ورا عند جونك، انت مزنوق عند جونك ومزنوق من غير اي سبب من غير اي داعي. انت لو طلعت هاجمت باتنين تلات لعيبه هترجع كل الفرقه ديت ورا، وعلى الاقل يبقى بيهاجمك بالخلدي وكماجاتي. ما كانوش يقدروا يعملوا حاجه لان هما كانوا طول ال 90 دقيقه مش عارفين يعملوا حاجه. حتى الخلدي وكماجاتي كانت خطوره على استحياء الخلدي، بس هو الخلدي اللي في الفرقه دي يا جماعه، هو احمد الخلدي اللي في الفرقه دي، مفيش حد تاني يعني. من الواضح ان كابتن معتمد او اصلا من بعد الجون كان بيلعب على ان هو عايز يوصل ضربات الجزاء. بس الشيء اللي يضايقه واللي يعصب ان لما وصلنا لضربات الجزاء كان واضح جدا ان كابتن معتمد جمال ما ضربش ولا حد من الناس دي على ضربات جزاء. لا عواد اتضرب على ضربات جزاء، ولا شاف ولا واحد فيهم بيشوط ضربة جزاء، ولا لعيبتنا شاطت ضربات جزاء، لان كل لعيب كان داخل شوط كان خايف. انا فاهم ان انت المفروض تبقى خايف من الحدث ومن وضع البطولة ومن منظر الجمهور، بس مش للدرجات دي. مش لدرجة يا جماعة ان احنا ندخل واحد والده متوفي بقاله اسبوع ندخله في ماتش زي دوت، وانت كمان مزود عليه والناس كلها بتقول ان هو عايز يجيب البطولة عشان يديها لروح والده، فانت تقوم ضغطه ومديله شرط القيادة. فانا شايف ان التصرف كان التصرف اصلا مع محمد شحاتة كان غلط. محمد شحاتة ربنا يعينه طبعا يا جماعة، محدش يتكلم على شحاتة. فده مليون بطولة، فده 100 بطولة، فداك 100 كونفدرالية يا شحاتة، فده كل بطولات نادي الزمالك اصلا كبني ادم يا جماعه، مش ككوره. احنا خلاص احنا وصلنا في الكوره لمرحله ان احنا سايبين واحد عنده مصاب وعنده حاله وفاه، عنده حاله سجلل، يعني زي ما احنا بنقول. لو عند اي حد فينا ملعون ابو الاهلي لابو الزمالك لابو الكوره كلها، مش هقعد اتفرج على كوره، مش هقعد اتفرج على كوره. احنا سايبين كل ده وواحد تاني طلع يقول لك ما طبيعي ما انت سبت ابوك، وانت يا ابني انت عبيط. مين اللي ساب مين يا ابني؟ انت عبيط، انت عبيط. هو انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ سيبنا الكوره وسيبنا ماتش الكوره، والمفروض ان احنا نطلع نقول مبروك لاتحاد العاصمه وهارد لك لنادي الزمالك. سيبنا الدنيا وسيبنا كابتن معتمد جمال اللي 90% من الخساره ترجع له. سيبنا مجلس اداره الزمالك اللي 10% الباقيين يرجعوا لهم في سبب خساره البطوله، ومسكنا في محمد شحاته اللي هو اخر واحد يتسال اصلا، اللي هو اخر واحد. طب محمد شحاته ده لو كان جه يوم وفاة ابوه قام طالع قايل لك يا عم انا مش لاعب ورجعوني مصر ومرعون ابو الكرة اصلا لابو اللي عايزينها، انا ابويا مات، كان في حد هيقدر يطلع يقول له انت بتعمل ايه ولا بتقول ايه؟ ما كانش حد يقدر يتكلم. لكن الراجل مش عشان هو
تغلب على اللي هو عنده، حاول يتماسك وحاول ان هو يبقى قد المسؤولية، ويبقى قد المسؤولية قدام الجمهور، اللي هو عارف ان الجمهور محتاج البطولة ويلعب، فيبقى سبب من اسباب ان انت تخسر. وغصب عنه هو ما ضيعش لكش انفرادي، يعني ضربة جزاء وارد ان ميسي بيضيعها، رونالدو بيضيعها، ع- باجيو ضيعها في كاس عالم. فيا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ عادي ضربة جزاء وراحت ومش نصيبنا، وما تعلمش لو كنا خدنا البطولة دي كان ممكن نخسر الدوري ولا حاجة. خلاص خير، خير ونبني، مش خير وخلاص، خير ونبني بقى، خير ونشوف. تعالوا بقى انتوا اقعدوا مع بعض كده كمجلس اداره وكجون ادوارد وكجهاز فني، والله يا كابتن معتمد شكرا، ربنا يخليك على الفتره اللي انت عملتها ديت، احنا بنشكرك جدا. حضرتك لو تقدر تنزل تمسك فريق الناشئين، تقدر تمسك فريق صغير في الزمالك، تساعد في النادي في اي حاجه، تبقى موجود في الجهاز الفني الجديد كمساعد او تمام. مش حابب، فربنا يوفقك في مكان تاني. ونبدأ نشوف يا كابتن جون، شوف سيرة مدرب قوي، مدرب أجنبي يجي يمسك الفرقة. ونشوف يا كابتن جون تجيب بقى محترفينك، انت عندك كام محترف؟ عندك عدي الدباغ محترف كويس انت محتاجه، سيف الدين الجزيري مش محتاجه، بيع. شيكو بنزا لو في عرض بيع. ادم كايد في عرض، مفيش عرض بيع، مفيش عرض بيع. ادم كايد رتمه ابطأ من ان هو يلعب في بتروجيت، موضوع خلصان يعني. يبقى انت معاك خوان بيزيرا وعدي الدباغ، دول من المحترفين، وبنتايج، دول 3 محترفين، لسه لك 3 محترفين. شوف لي ارتكاز 6 قوي محترف، وشوف لي وينج شمال قوي محترف، وشوف لي مدافع محترف وبس. ما تجيبليش حد تاني، انا مش عايز غير ال3 دول. شوف لي باك شمال، شوف لي قصدي قلب دفاع محترف تقيل اقدر اعتمد عليه، وشوف لي ارتكاز قوي محترف اقدر اعتمد عليه، وشوف لي باك وينج شمال قوي محترف اقدر اعتمد عليه، حاجه عينة بولبينا كده. روح بقى البرازيل، روح البرتغال، روح المغرب، روحوا مطرح ما تروحوا حلولي. انتوا اللي حطيتونا في الازمه دي، انتوا اللي تحلوها. مجلس اداره الزمالك انا مش هسال على ايقافات كده وماليش دعوه، انا عايز قبل ميعاد الرخصه ايقافات الكد دي تكون خلصانه والرخصه تكون طالعه والزمالك يكون مؤهل ان هو يلعب في دوري الابطال. بتاعتك قصتك، معاك فلوس ما معاكش فلوس بتاعتك وقصتك كمجلس اداره، انت المسؤول مش اي حد تاني. لو ما فيش فلوس اتصرف، بيع هدومك، اتصرف، انت المسؤول، انت المسؤول. وجيب لي صفقات تقدر تبقى موجوده. انا قلت لك على اللعيبه اللي انت محتاجها اجانب، محتاج قلب دفاع اجنبي، محتاج ارتكاز لعيب رقم 6 اجنبي، محتاج وينج شمال اجنبي، 3 اجانب. مشي الجزيري، مشي ادم كايد، مشي مين تاني؟ والله نسيت. الجزيري وادم كايد وشيكوبانزا لو في عرض، شيكوبانزا لو في عرض. ومشي بارون اوتشينج، مش عارف هو موجود ليه اصلا لغايه دلوقتي. مشي عمرو الناصر، مشي محمود جهاد، مشي احمد عبد الرحيم ايشو، مشي سيف جعفر. جيب بقى لعيبه محليه تقدر تدخلهم وسط الناس دي. اللاعب الارتكاز لو تقدر تجيب مهند لاشين، مش لازم المحترف، لو تقدر تجيب مهند لاشين. المهم دي مش قصتنا دلوقتي، موضوع الصفقات وبتاع يبقى ليها حلقه وليها وقتها عشان ما اطولش عليكم بس. الزمالك هو اللي خسر نفسه بنفسه، وكابتن معتمد جمال هو المسؤول الاول والاخير عن الخساره دي. الزمالك ما قدمش شيء. احنا طول عمرنا جمهور واعي، جمهور عاقل، جمهور بيحب الكوره للكوره، مش جمهور بيشجع الزمالك عشان يكسب بطولات بكوره ممتعه، بكوره جميله. فالزمالك ما قدمش اللي يشفعه ان هو ياخد البطوله. اتحاد العاصمه قدم اللي يخليه يستحق يبقى بطل البطوله دي في القاهره. نتعلم من اللي احنا عملناه ونشوف باذن الله الماتش يوم الاربعاء، ان شاء الله نطلع كسبانين وناخد بطوله واحده على الاقل من البطولتين. ضاعت الكونفدراليه خلاص، فما قدامناش غير الدوري. يا ريت كل الناس تقف جنب شحاته وتدعمه. الراجل عمل كل اللي عليه، وهو عنده مصيبه يعني. ربنا يكون في عونه وربنا يقويه على اللي هو داخل عليه. هو باذن الله نحتفل كلنا بالدوري يوم الاربعاء باذن الله. ده كل اللي عندي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس،
ويا جماعة أنا نفسي بجد والله، ده طلب أخوي بقى لإخواتي الزملكاوية. أنا أي كومنتات كده يعني، علقوا عرفوني إن في حد بيتفرج عليا، إن عرفوني إن أنتوا معايا يعني. أنا بتكلم ومفيش حد بيعمل أي حاجة. اعمل لايك، اعمل كومنت، اكتب يا عم انت شايف مين سبب الخسارة، اكتب ايه اللي انت كنت شايف ان الزمالك ممكن يعمله وما عملوش، اكتب يا عم انت عايز نتكلم على ايه في الفترة الجاية. عايزين نتكلم عن الصفقات مثلا، اجيب لكم لستة بالصفقات اللي الزمالك محتاجها، حاجات تكون الزمالك يقدر يتفاوض معاها فعلا. نتكلم مثلا عن مشاكل في الإدارة، مشاكل في الجهاز الفني، نرشح مدربين، نرشح لعيبة، نتكلم عن لعيبة سابقة، نتكلم عن أي حاجة انتوا عايزينها نتكلم فيها. فيا ريت اللي بيتفرج عليا يعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. كان معاكم محمد عمر من قناة حدوتة الزملكاوية. سلام.